ما تقول عايش فور ولا فايف. ديزولي قلت خلينا نبرد عليكم شويه كوميدي. حديثا عن الفور باش نبرد عليكم بالرسمي بالكوميديا ذي. شنو الفرق بين البيتزا والصهيوني؟ البيتزا ما تعيطش كي تحطها في الفور. عام 2023 شهر جويليا، انا مولود نهار 4، كان اسخن شهر تعدى على تاريخ البشريه، وهي حاجه مش مستغربه برشا. علاش؟ نعلم كسي شباب اللي بين اسخن 10 شهور تعداو على تاريخ البشريه منهم 9 بعد عام 2010. واسمعني برجوليا، ما يهمنيش في حكايه المريول ضرب في الشمس، عجبك ما عجبكش سامحني، معناها الغالب باش عندي نعمل الشمس ضاربه كي عندي تجي نص ساعه نحاول نشوف لها في حل بشيء. اكيد راك سمعت طبقه الاوزون هذيك اللي ينقبها بسيكويم كل تراك. التريوكسيجين شهيره اوزون هو ذره اكسجين 3 مرات، وحط بويسونس من لوطا كي باش تبان زميل في الشيمي وكل. دونك طبقه الاوزون هي طبقه متكونه من الاوزون، تلقاها متاع 15 كيلومتر فوق سطح الارض كيك. وهي طبقه خفيفه اما كاسحه. الطبقه اللي تحقر فيها هذيك هي السبب انك تتفرج فيها تو ماكش ميت، خاطر الشمس شموسه صحيح تبعث لنا السخانه والضوء الدنيا ذيك المحلاها، لكن تبعث معها حاجات مش باهيه برشا كيما الرادياسيون الترا فيولي. ومن غير ما نكسر لك مخك بكلام صعيب كي باش نبان محنك وكل، هي حاجه مش باهيه برشا. الرادياسيون الترا فيولي هي حاجه تقتل، مش كيف انا نقتل، لما تقتل بالرسمي معناها يحرقوا الجلده ويعملوا كونسيرات وحاجه مش باهيه خلاص. وطبقه الاوزون هي الدرع نتاعنا كونتر الرادياسيون ذو. طبقه الاوزون هي مسؤوله على انها تنحي بين 97 و 99% من الالترافيولي اللي جاي من الشمس. والطبقه هذه اكتشفوها العلماء كان بعد عام 1930. قلت لهم عليها انا راه مي خساره ما اكزيستيتش وقت. وفي نفس البريود هذيك الثلاثينات اربعينات خمسينات بدا يكثر استعمال فريجيديرات، واعظم اختراع بعد الانترنت والبقلاوه الكليماتيزور. الحاجتين هذوما بالذات كانوا يستعملوا ما يعرف بالسي اف سيز، الكلوروفليوكاربونز. عندي ساعه غربان حاب ننطق. والغازات هذوما كي يخرجوا يقعدوا سنين باش يوصلوا لطبقه الاوزون. وكي تعرضوا السي اف سيز هذوما للالترافيولي اللي يزرف شويه من الاوزون كما قلنا تنحي 99% مش 100%، السي اف سي تحول لكلور. والكلور كيف يشوف الاوزون الجداق نتاع والديه يفتقوا من بعضه. ذره بركه كلور قادره على انها تحطم 100,000 موليكول نتاع اوزون. بنت حومه صيحه برجولي. ترمينيوس نمرو 17 واسال على دار لي زالوجين كاو فما بالك ملايين الذرات نتاع الكلور شي نجموا يعملوا في الاوزون. طبقه الاوزون نتاعنا اللي جايبتها كاس حكايه وتنحي في الالترافيولي لينا كي ترى الكلور تبول في سروالها اسد عليا وفي الكلوري نعمته. وكيكه تكونت نقبه كبيره في طبقه الاوزون فوق انتراكتيكا، خاطر البرد اللي في انتراكتيكا يزيد يعاون على التفاعل ما بين الكلور والاوزون باش وقعت الامور كيكه تحت حس مس حتى لين في عام 1974 الجموع حلبوا بحكايه. وكي نقول الجموع نقصد ماريو مولينا وشيروود رولاند، علماء في بعضهم. شرقوا لي كي الكلور يشوف الاوزون فهمتني معك. باش عام 1987 اتفق المجتمع والناس باش يمنعوا استعمال السي اف سيز في الفريجيديرات والكليماتيزورات. Stop it. Get some help. فيما يعرف ببروتوكول مونتريال. مونريال كيفاش تيلي في كندا هذيك. وسي بون بدات تترقع تو، ومن المتوقع انها ترجع كما كانت قبل بين عام 2040 و 2060. تعيش ان شاء الله تعيش الوقت معناها باش تشوف طبقه الاوزون كي مسك. هي ما تراش راهو انتو ما فهمت الفازه. بيشوف الكلام اللي حكيته لك هذا كله نتاع طبقه الاوزون والنقبه نتاع طبقه الاوزون وكل تنجم تبلو وتعطيني انا نشرب ماء كمان. ما نحبش فيك برجولي. ما نعرفش كل لاحظت ولا ما في الكلام اللي قلته الكل وانا نحكي على طبقه الاوزون ما جبتش السخانه جمله، وهذا على خاطر نقبه طبقه الاوزون ما عندها حتى علاقه بالسخانه، وهذه غلطه تيحوا فيها برشا ناس. هاي زخم مش كنت نجم تقولوا لنا من الاول في عوض ما ضيع لنا وقتنا هذا الكل. ما لاباش يوتيوبر صاحبي. سينكرونيزاسيون تو باش نحكي لك علاش بالرسمي الدنيا سخونه. كل شيء كان مريقل، العصافير تزقزق، الجو مستقر، ماهيش سخونه برشا ماهيش بارده برشا، حتى لين الانسان رقد وقام وقال لك علاش ما نعملوش ثوره؟ مانيش نحكي على ثوره تشيغيفارا، معناها نقصد ثوره صناعيه. الثوره الصناعيه في 1800 وين المصانع ولات اكثر من القهوه في تونس، والترينوات ولاو اكثر من ولاو برشا وبعد جاو الكراهب والطيارات وبراتيكمون كل شيء في حياتك. بيان سور هذوما الكل مش يخدموا بالرجل وبصحه الابدان، هذوما الكل باش يخدموا بالطاقه. وكيفاش كنا ومازلنا نجيبوا الطاقه بان نحرقوا فحم، غاز، بترول لايطاليا. كان انت قريت 5 ابتدائي تعرف اللي عمليه الاحتراق تنتج ثاني اكسيد الكربون السي او 2 يا الرجل. ما بدينا نحلبوا بالموضوع كان في عام 1985 وقت اللي تشارلز كيلينغ قاعد يحسب نسبه السي او 2 في الجو، ولاحظ النسبه نتاعو في تزايد مستمر. وحتى تو الناس مازالت مش مهتمه بالموضوع. تعرفش علاش؟ خاطر الناس وقتها لاهيه بالنقبه نتاع الاوزون. جا الاحتباس الحراري ورمينا كعب السلام نتاع كلاي. وتوا خلينا نحكيو شويه سيونس. يا سيدك بن سيدك الشمس مشاكلنا الكل جاي من الشمس ابرامون. الشمس كي تشرق من الشرق وارجع لربي قبل ما تشرق من الغرب، الديتاي ما عنده حتى فايده انها تشرق من الشرق، جوست حبيت نذكرك بربي وبر. الشمس كي تشرق تبعث لنا ضوء، والضوء ذاك يجي معاه سخانه. نتصور كان انت عايش في
كوكب الارض معانا معناها تعرف شيء ذا من السخانه والضوء ذوما فما اللي ينعكس على السحاب ولا على الثلج ويخرج على الروح والباقي يوصل للارض. دونك السخانه ذيك يتمتصها اليابسه من الارض نتاعنا معناها ولا البحر. حتى تو جونا مريقل صح 6 الارض هي بيدها كالسخانه ذيك ترجعها للفضاء عن طريق دي رادياسيون انفراريد. وما تخافش من الكلام الصعيب جست حاجتي بيكش تعرف اسمها انفراريد اشعه ما تحت الحمراء ظهر لي اسم. زخم مونتاج لهنا والله جست حبيت نقول اش قولكم في الجرافيك ديزاين. استعملت سوفت وير كومبليكي برشا معناها ما يعرفوش برشا عباد اسمه بينت فهمني. وجيست حبيت نوصل رسالة للناس اللي تتفرج. نحبكم الناس الكل بربي هاشتاج خلص زخم مونتاج بالله راه ما يجيش كي بدا جعفر معايا. والمفروض الامور تصير هكا الشمس تعطي الارض سخانه الارض تاخذ اللي حاجتها بيه والباقي يطيشوا في الفضاء وكي يصير ليكيليبر باش الدنيا ما تكونش بارده تتعدى كلاصون وما تكونش سخونه زاده باش تمشي والعه. وناتوريلمون فما غازات في الجو تمتص الانفراريد اللي تخرجوا الارض باش تبرد اللي هما بخار الماء والميثان وخاصه ثاني اكسيد الكربون. السخانه في عوض ما تخرج الفضاء تقعد في الارض تقعد في الجو وكيك الدنيا تسخن. والفينومين هذا ناتوريل على الاخر فيما يعرف بالجرين هاوس افكت اللي هو الافكت وين ثاني اكسيد الكربون واصحابه يمتصوا الانفراريد ما يخليوش يخرج الفضاء. والموضوع هذا لازم يصير خاطر كما يصيرش الارض باش تقلص نسبه الحراره باش تحل الا 18 درجه. نحن كبشر شدينا الافكت هذا وعصرنا جد بو والديه اللي خرجنا منه السيترون. تذكر الغازات نتاع الجرين هاوس افكت سي او 2 والشبيبه هذوكم نتيجه لعمليه الاحتراق خاصه سي او 2 ونحن كبشر مغرومين بالحرقه بمعناها الحرفي والمجازي. دونك كي نحرقوا نحن اكثر فحم ولا غاز ولا خاصه بترول الغازات اللي يمتصوا للرادياسيون انفراريد باش يكثروا في الجو. دونك الارض تعدى الكراهه والموتوات كل ذولك باش تعدوا تو. دونك الارض كي باش تخرج رادياسيون انفراريد باش تبرد روحها ماهوش يوصل الفضاء. الغازات نتاع الجرين هاوس افكت كثروا في الجو دونك باش يمتصوا الرادياسيون ذوكم والسخانه باش تقعد في الارض. وهذا صديقي ما يسمى بالاحتباس الحراري. ما وقفناش الغادي خاطر كي الدنيا تسخن الجليد يذوب دونك اكثر ماء وكما قلنا البكري البحر يمتص السخانه اللي جايه من الشمس دونك اكثر سخانه ولا هو باش يولي سخون دونك اكثر بخار ماء اللي هو غاز من غازات الجرين هاوس دونك الرادياسيون انفراريد باش تشدوا اكثر دونك اكثر سخانه واكثر سخانه تعني جفاف واكثر سخانه تعطي الجفاف والجفاف يقتل الاشجار ابار نقتلهم نحن بيدينا والاشجار تستهلك سي او 2 دونك نحن نحيو الاشجار دونك يولي اكثر سي او 2 في الجو دونك اكثر سخانه مما يعني ان ولينا في سيكل نتاع موت. كل دوره فيها الارض تزيد تسخن واحنا نزيدوا نفغموا. وبالاحتباس الحراري المناخ نتاع كوكب كامل دخل في حيط. متوسط السخانه في الكوكب بالنسبه ل 1800 زاد ب 1.1 درجه. قولي طب بالرسمي تحكي بجدك انت 1.1 درجه تحكي بها شد روحك مليح. اختار من انك حل كليماتيزور نهار كامل دونك ستيكش تفرح بيك في اخر الصيف. الاعاصير والتسونامي والعواصف زادوا ولاو اقوى واكثر. الفيضانات قاعده تزيد وكل مطره تسمع بلاصه غرق. الجفاف ضربنا القرجومه والجميلي عطاش حالتنا متعبه. الثلج في الاقطاب الشمالي والجنوبي قاعد يذوب والثلج كي يذوب يولي ماء والماء ذاك باش يمشي في البحر دونك مستوى سطح الماء قاعد يطلع اكثر من نسبه التضخم في تونس. دونك اليابسه باش تغرق وقت تعلم عوم من تو. I am under the water. كي نقول باش يغرقوا نحكي على الدول الساحليه كيما تونس مثلا. هذا بار الجزر اللي بعد بالرسمي درا قدام عام باش يوليو يفطروا في مقرمشات سلطه. والفلاحه تموت في السخانه بويسك المحاصيل شقانس ما يحبلوش السخانه وبرشا حيوانات تموت بالتغير المناخي. كلنا نعرفوا الهرم الغذائي وهذا ياكل هذا وهذا ياكل هذا دونك هذا باش يموت بالجوع وكي هذا ما يلقاش ياكل هذا باش يموت بالجوع. والغابات وين نهارين تسمع غابه حرقت سماره يكلم في الحمايه المدنيه. احنا ضربتنا الشمس وضربنا الجفاف والكاليتين تاع الهواء اللي قاعده تموت دونك اكثر امراض تنفس وصنيان على امراض التنفس. ما تخمش كم في روحك بريكش تحت كليم عندك ماكله عندك ماء. خم في خواتك في غزه مثلا ادعي لهم يرحم بوك. فما برشا امراض قاعده تنتشر بالسخانه كيما الملاريا. وبيان سور هذا الكل مش تخلصوا انت ب 1200 فرنك اللي عندك. بيان سور هذا الكل يتكلف مليارات على الدول كل عام. ابار الحروب اللي تنجم تصير بسبب الموارد كيما المشاكل اللي صايره بين مصر واثيوبيا على نهر النيل. وفما برشا كوارث اخرين جوست انا صرصت لك اللي ما فيهمش كلام صعيب باش نعرف فهمك على قدك. هذاك علاش الدول اجتمعوا في طاوله وكراسي في باريس مشاو لعم كرزوقه سي با تافي وتفاهموا عام 2015 باش نوقفوا عند حدنا. واو وقف عند حدك. صحيح كان فما اتفاق اخر عام 97 اما برجوليه ما مشى بيه حد وهكا حاطينه برا. انا نحكي على اتفاق باريس 2015 وين اغلب الدول تفهموا باش يحبسوا عند 1.5 درجه زياده. الارض ماكله بعضها والمناخ ماكل بعضه واحنا اسمعني جيست نزيدوا شويه بركه نوصلوا ل 1.5 وكاو شويه بركه. دونك تفهموا باش ينقصوا من الاستهلاك نتاع المحروقات ويدخلوا الطاقات المتجدده في السيستم تاعهم كيما الطاقه النوويه الطاقه نتاع الهواء الطاقه اللي تجي نتاع التدفق نتاع الماء في الانهار الطاقه الشمسيه. اما هذا اللي يمنع علي 80% من الطاقه اللي نجيبوا فيها مازالت من المحروقات. وفما تكنولوجيا جدد طالعين كيما الدايركت اير كابتشر اللي تجبد السي او 2 من الهواء والكراهب الالكتريك والدنيا ذيك. والشركات الكبيره زاد كيف قاعده تشوف في طرق انها تستهلك اكثر محروقات وتحمي البيئه وكل كما انهم مثلا ينحيوا الشارجور والكيت من الباكم تاع التليفون. اي نغزر لكم انتم ابل وسامسونج
اللي ميجوش عباد. وفما كالريق زاد نتاع الحملات التحسيسيه والوعي. بالوعي وعي. كلمه وعي قلتها بالذمه باش نحط الفيديو هذاك، نعرف اللي قلقتوا منه من برجولين نحبوا الفيديو. وانا من المنبر هذا نجم نقول لك اللي نجم تعاون حتى انت انك تستعمل اقل كرهبه مثلا، كان ماهيش بعيده برشا تنجم تمشي كعابي ولا تشري بسكليت مثلا. وكما يقول الشعار if it's not far don't go by car، ولا كما نحب نقولها انا if it is قرابي go كعابي. وبربي يكون انسان وما طيش الزبله في الشارع، ما عندها حتى علاقه بالاحتباس الحراري، ما حبيت نرميها هكاك. وكما نتحركوش الشركات والدول يعني الكوكب بالرسمي باش يولي حنديره، الزياده باش توصل ل 1.5 درجه في 2030 و3 درجات في 2100. وانا بصفتي انسان نخاف على اولاد ولادي، ما نحبهمش يعيشوا في حال هكاك. وعلى الرغم من ذلك فما شكون يحط لنا العصا في العجله يرمي في القزاز في طريق الرجال. شكون هذوما؟ الشركات الماليه المحروقات، خاطر بيان سور كي باش نوليو نستعملوا الطاقه المتجدده المحروقات حد ما عادش يشتاها، دونك البزنس نتاعهم باش يموت. هذاك علاش امريكا اللي هي اكبر ولا ثاني اكبر واحد يستعمل في المحروقات تسل روحها من اتفاق باريس مرتين، مره في 2017 رجعت في الاتفاق في 2021 مع بايدن، وعاودت سلت روحها مره اخرى في 2025، خاطر مالي المحروقات قاعدين يضغطوا على ترامب بيان سور بالفلوس، خاطروا كل فلوس باش يسلم الاتفاقيه وباش يقنع شعبه الاحتباس الحراري مجرد بس ريشق. في حومتك ندوري انا. دونك الى ان نلقاو حلول اخرى، معناها حط ديدورون يرحم بوك. السلام عليكم.